هقول لك على طريقة تخليك تذاكر أسرع وتنجز، بالذات لو الوقت اللي متاح قصادك قليل خالص. أول حاجة أنا عاوزك تحدد متبقي كام يوم على الامتحان وأنت تقدر تذاكر كام ساعة في اليوم. يعني مثلا متبقي على امتحان العربي 4 أيام وأنا أقدر أذاكر من 10 ل 12 ساعة في اليوم. كده أنا هقدر أقسم المنهج بتاعي أو المذاكرة بتاعتي على الوقت ده من غير ما الدنيا تبهوأ مني. تاني سؤال تسأله لنفسك هو إيه مستوى مذاكرتك للمادة دي قبل كده، لأن ده هيحدد الطريقة اللي إحنا هنذاكر بيها. يعني أنت مخلص المادة دي مرة واثنين وثلاثة ومراجعها، ولا ليلة الامتحان هتكون أول مراجعة حقيقية الماده دي. يعني انا لو مثلا مخلص الانجليزي 3 4 مرات قبل كده، يبقى انا هبتدي اول يوم بان انا 3 4 ساعات كده هبص على كل وحده، ابص على الفوكابلريز وابص على الجرامر بسرعه، وابتدي بعدهم على طول احل امتحانات واحل اسئله. ان انا استذكر وابص بسرعه على كل وحده مش هياخد مني وقت كتير، لان انا بصيت عليهم كذا مره قبل كده، فانا اقدر اخلص بسرعه وابص على الامتحانات عشان انجز فيه. طب لو انا مظبط الانجليزي كويس بس الجرامر بتاعه واقع مني، يبقى انا اول حاجه هعملها ان انا هفتح كل وحده واطلع قاعدتين الجرامر اللي فيها واذاكرهم كويس واقراهم، وبعد ما اخلص ابتدي احل اسئله على طول. مفيش مشكله لو يوم او يومين يضيعوا في الكلام ده، لان امتحان الانجليزي دلوقتي اكتر من 50% منه عباره عن جرامر. طريقه المذاكره بتاعتك في اليومين ثلاثه اللي قبل الامتحان دول هتختلف باختلاف الماده. يعني امتحان الفيزياء زمان مثلا كان بيسالك ان انت تشرح حاجات او تعرف حاجات او اثبت القانون دوت، فكان محتاج منك انك تكون حافظ كتير وترغي كتير. لكن دلوقتي 90% من الامتحان عباره عن مسائل. يعني انت لو مذاكر القواعد والقوانين والاثباتات بتاعها كويس وحليت عليهم، فانت ضمنت 90% من الامتحان. يبقى انا لو قصادي 3 4 ايام على امتحان الفيزياء مثلا، فانا هبص على كل وحده وراجع القواعد والقوانين اللي موجوده فيها كويس، واشوف كل قانون جه ازاي والاثبات بتاعه ايه. ممكن اوفر يوم كامل للكلام ده، ان انا بس احفظ القوانين وعناية تاخد عليها. اليومين اللي بعد كده هقضيهم ان انا بحل مسائل وبحل امتحانات واشوف ايه اللي بيقع مني بالظبط واركز عليه. المفروض انت من مراجعتك للمواد دي قبل كده تكون واخد بالك ايه النقط اللي لازم تبص عليها كويس وايه النقط اللي ممكن تبص عليها سريعا كده. يعني كل وحده في الانجليزي فيها كلمات قد كده، مش معقول انت هتفضل تراجع كل وحده وتقرا كميه الكلمات اللي موجوده دي. انت كل اللي محتاج تراجع عليه الكلمات المهمه او الكلمات اللي انت كنت بتغلط فيها قبل كده، والا الموضوع هياخد منك وقت طويل خالص. في قواعد جرامر انت حافظها مش هتغلط فيها ابدا، وفي قواعد انت بتتلخبط فيها. يبقى الثلاث اربع ايام اللي قبل الامتحان دول اركز على الحتت اللي انا واقع فيها واصلحها، واركز على الحتت اللي محتاجه فعلا ابص عليها. الجزئيه اللي واقعه منك لو انت ما بداتش بيها وخلصتها هتفضل قاعده في دماغك وشغله تفكيرك وهتعطلك. لو حاجه واحده بس هقول لك تركز عليها الثلاث اربع ايام بتوع الامتحان، هي انك تحل امتحانات وتمشي ايدك في الاسئله. من 3 4 سنين هقول لك لا، ذاكر الكتاب من الجلده للجلده، دي اهم حاجه، لان نموذج الاجابه بيجي عاوزك تكتب بالنص من الكتاب، فانت لازم تكون حافظ كويس قوي. لكن دلوقتي الاسئله مش مقاليه، الاسئله اغلبها ام سي كيو، فهي عايزاك فاهم وملقط ايه المهم عشان تقدر تنجز معاها وتحل. فانت لازم تكون حليت اكبر كميه من الاسئله عشان تقدر تتعامل مع الامتحان. فلو انت قدامك خيارين ان انت تذاكر الكتاب من الجلده للجلده او انك تحل امتحانات، لا حل امتحانات افضل. اول امتحان هياخد معاك وقت شويه، ثاني امتحان الدنيا برضك هتبقى لسه، بعد كده هتلاقي الامور ابتدت تسهل والامتحان بياخد معاك نص ساعه لساعه بتخش في اللي وراه. لكن لو اشتغلت تنط من وحده للتانيه ولا نحل اسئله، لا نرجع نبص على الدروس، هتعطل نفسك وهتلخبط نفسك وهتعدي اليومين ثلاثه وانت مش مخلص حاجه. اليومين ثلاثه اللي قبل كل ماده لو انت منظم مذاكرتك وعارف ايه اولوياتك، هتلاقي نفسك بتنجز وهتخش الامتحان مستريح.